أنا حدا بكره أمي كتير. هلا أنا ما عندي استعداد أبدا إني أشوفها. مرحبا، حضرتك قلت لنا بدك تقول قصتك، فيك تحكي؟ يعطيك العافية. هلا أنا قصتي شوي غريبة يمكن. أنا حدا بكره أمي كتير. بتكره امك؟ كيف يعني؟ هلا أنا بكره أمي، يعني ضليت لفترة كتير طويلة ما أعرف شو السبب. والدي كان أمي تركتنا نحن صغار فجأة، ما عرفنا حتى شو السبب. حتى ابوك ما بيعرف شو السبب؟ لا هلا هو كان بيعرف انه شو السبب، وقرايبيننا ومعارفيننا بيعرفوا شو السبب. بس نحن انه انا واخواتي ما كنا بنعرف شو السبب ابدا. قد ايه كان عمرك لما تركتكم امك؟ كان عمري 9 سنين. يعني كنت واعي وكنت متضايق منها انه تركتكم؟ طبعا كنت متضايق كتير. أه يعني من وقتها حسيت بمشاعر الكره؟ هلا مو من وقتها، مو من وقت تركتنا، انه تركتنا عادي، بس مشاعر الكره زادت وصارت وتأسست بسبب والدي اللي كان وقت يعصب يغلط فيها، انه يقلنا انت ابن هيك وانت ابن هيك، فيغلط كتير بالحكي انه بحقها. يعني انه يعايركم بامكم؟ تماما. يغلط فيها كتير، يعني يوجهنا الحديث إلنا، بس هو انه عم يغلط فيها. هو من مضايقته منا وانتو كرهته بهذا السبب لانه هو كان يحكي عنها كثير؟ هلا انا كنت بسبب انه هو اللي يقوله ويحكي، انا كنت اجهل شو القصة وشو الموضوع وشو السبب، حتى انه ليش تركتنا وكيف هو هيك بيعاملنا وكيف بيغلط فينا قدام العالم والناس وقدام معارفيننا وقرايبيننا. لدرجة يعني كتير يحكي كلام كتير كبير ووسخ. يعني ابوك كان قاسي معكم حتى لما تركتكم؟ كان قاسي معنا بسببها. يعني تأثر من تأثره فيها هو صار قاسي عليك؟ تماما كان قاسي معنا بسببها. طيب وهلا شو القصة انه امك راحت تركتكم؟ هلا هي القصة، أنا يعني بعد ما زاد الشيء عن حده وتفاقم الموضوع، يعني صرت حتى هو كمان كان ما يخلي الناس اللي بيعرفونا انه يحكوا لنا شو القصة وانه ليش هيك وليش امي تركتنا، فنحن وعينا وكبرنا صرنا نسأل انه امي وينها وليش راحت وكيف هذا الموضوع يعني، فنسأل انه هي ليش راحت. طب هلا ابوكم كان عم بيعايركم ويبهدلكم فيها ويهدكم فيها، طيب يعني ما قالكم ما عرفتوا شو السبب منه؟ هلا هو بعد ما برجع بقول لك انه زاد الموضوع وتفاقم، صرت انا خلص يعني انه انا بدي اعرف انه انت ليش هيك عم تعاملنا، ليش هيك عم تغلط بامي، يعني هي بالنهايه امي وكانت مرتك بيوم من الايام. ف كل ما انه افتح سيرتها يغلط فيا ويغلط فينا ويضل يقول انه انتوا اولاد هيك وامكن هيك. ف انه بدي اترك البيت كنت فتره، فقال لي هو انه تترك البيت تروح لعند امك، انت مثل امك، انت هيك انت هيك امك هيك. انا هون تضايقت بصراحه، صرت يعني صار عندي كتير زاد الفضول انه انا بدي اعرف ليش انت عم تحكي عن امي هيك، انت والدي ايه بس هي امي كمان بالنهايه، يعني انا بكرهها صح، بس انه انا ما بعرف شو السبب حتى اني انا بكرهها. هلا انت بوقتها كنت بتكرهها ولا زعلان منها متضايق منها؟ انا متضايق كونها هي تركت البيت، بس انا كنت متضايق من والدي كيف انه يوجه الحكي والمسبات اللي يسبها لها يوجهوا الحديث لنا. انا هون كنت اتضايق من والدي، بس انه حس انه امي عامله شيء، انه في شيء غلط حتى والدي هيك عم يعمل. ومين خبرك انه شو امك عامله؟ حدا قرايبي، انه انا ضليت دقدس ورا الموضوع لعرفت انه والدتي خانت والدي، فهو على طول انه لانه هي خانته بضل قلنا انتو اولاد حرام وانتم اولادي وهيك، فهو كان انه يقلنا انه هو مخلينا عنده انه شفقه. طيب وامك ليش يعني هربت وراحت مع عشيقة؟ يعني ما كانت بتحب ابوك تجوزته غصب؟ هلا هيك انا ما بعرف، لانه حتى اللي خبرني عن الموضوع انه ليش هيك والدي وليش حتى امي تركت البيت، حتى هو ما بيعرف انه ليش هربت وليش تركته، يعني انا بجهل السبب انه هي ليش تركت والدي وليش خانته اساسا. ما بعرف اذا هذا الشيء كان قديم يعني ولا جديد بفترتها بلحظه انا كان عمري 9 سنين واخواتي اللي اصغر مني، ما بعرف انه كان قبل بكتير ولا بفترتها، بس انا ما يعني حتى السبب ما بعرفه.
يعني هلا مثلا والدتك هون لساتها بالبلد لما هربت تجوزت الشخص اللي كانت معه ولا طلعت؟ هلا هي بس يعني هي بس مجرد انه خانت والدي، هي لا تجوزت، يعني هي لا تجوزته ولا استقرت يعني. يعني هي تركتكم وراحت من البيت لانه طلقها؟ هو طلقها وانه ما عاد بده اياها وما خلاها انه تاخذنا معها هي. قال لها ما في انه الاولاد تاخذي الاولاد. طيب ليه ما خطر لك انت لما كبرت تروح تشوف امك؟ انا بعد ما عرفت انه امي شو عامله وتاكدت من كذا حدا يعني انه امي طلعت بالفعل هيك عامله. طب بركي انت غلطان او الحدا اللي خبرك غلطان، ما فيك تسمع من امك؟ هلا انا ما عندي استعداد ابدا اني اشوفها. يعني خايف ما بدك تشوفها مشان ما تطلع القصة عن جد، ولا خايف ترجع تحن لها، ولا شو السبب؟ هلا ما بعتقد ابدا اني انا ارجع حنلها ولا يكون لسه في مشاعر تجاهها ابدا، بعد اللي هي عملته واللي هي عيشتنا اياه. يعني نحن ضلينا سنين ونحن عايشين بحالة انه يوجه لنا ابي الحديث والكلام الوسخ والكلام الكبير. فانا كرهتها كتير، يعني كرهت حتى فكرة شيء اسمه مرة بصراحة. يعني انت هلا صرت مثلا ما بتفكر تتزوج وتجيب اولاد؟ انا بصراحة كل ما انه افكر ارتبط بحدا او احب حدا برجع بتذكر انه امي شو عملت بوالدي وشو عملت حتى فينا، فبخاف انه يرجع يتكرر ويصير نفس الموقف معي انا. طيب وهلا والدك شو وضعه؟ هلا والدي، هلا انا تركت البيت مع انه بس هلا هو والدي لساته قاعد واخواتي في صغار عنده 2، بس انا تركت البيت. يعني انا والدي يعني رغم انه امي اللي غلطانه حملنا الذنب لنا، نحن اللي حملنا الذنب. طيب مالك خايف على اخواتك الصغار مثلا تركتهم كمان يحملوا ذنب مثل ما انت حملته ويعيشوا اللي عشته؟ انا يعني تركت البيت صح، بس انا هن لساتهم اصغر مني بكتير، يعني هن لسه ما عندهم هالوعي. انا يعني ناوي انه اسس حياتي واخذهم، ما لي ناوي اني انا اتركهم بعيشة الذل والاهانة اللي انا عشتها، كونه هن كانوا صغار انا اللي كنت الواعي. فما لي ناوي ابدا انه هن يرجعوا يعيشون الشيء اللي انا عشته. يعني بتفكر مثلا انك تستقر تتزوج وتجيب اخواتك لعندك، ولا تستقر عادي لحالك؟ لا استقر لحالي طبعا. يعني فكرة الزواج انلغت من بالك تماما؟ لغيت نهائيا، ما عاد عندي استعداد افكر بالموضوع نهائيا. بس مو كل اصابعك مثل بعضها يعني. هلا هن هيك بيقولوا، بس الشيء اللي عشته مو هيك بيقول ابدا. الشيء اللي عشته خلق عندي شيء يمكن اسمه مناعة من انه هذا انه خلص انه في مرة بحياة الرجل. يعني لا سمح الله لو انت تزوجت ومرتك خانتك، يعني انت رح تعمل مثل ما عمل ابوك معكم؟ هلا انا ما بعتقد اولا اني انا اتزوج، بس في حال صار هذا الموضوع انه صار هذا الشيء مع الزمن لقدام، ما بعرف شو الله بيخلق معه البني ادم. في حال صار هذا الموضوع وتكرر معي الموقف، انا يعني بالنهاية اولادي ما لهم ذنب، مرتي هي اللي غلطت مثلا، يعني كونه امي هيك عملت، فما المفروض والدي كان يتصرف معنا هذا التصرف، لانه نحن بالنهاية ما لنا ذنب، نحن اطفال كنا. طيب وهلا انت قلت لي بتروح لعند اخواتك بتشوفهم وكذا؟ طبعا ايه، بروح لعندهم وبشوفهم ايام بجتمع انا وياهم برات البيت، وايام بروح لعندهم على البيت بزورهم، بس بفترة انه ما يكون متواجد والدي. ليش اذا شفت والدك بيرجع بيذكرك بنفس القصة وبيضل بيحكي لك عن الموضوع؟ هلا هو بيضل على طول انه بيهتني بهذا الشيء، انه امي هيك وامي هيك، وبيضل بيقول لي انت واحد ابن هيك، انه ابن حرام طب انت ما قلت له انه نحن شو ذنبنا بالموضوع؟ هلا انا بصراحة يعني حاولت اني ناقشه بانه نحن ما لنا ذنب اللي انت عم تعمله فينا ولا اللي عملته فيني انا، كونه انا اللي كنت الواعي، وهلا رح تعمله، بس ان شاء الله ما رح يصير هيك، يعني انه باخواتي ما بتمنى هذا الشيء ابدا. الله يخليكم لبعض يا رب، وان شاء الله بيهدي ابوك، وان شاء الله بتتجوز وبتتغير فكرتك. بس بدي تقلي شو العبرة انك تقلنا هاي القصة، يعني شو اللي حابب توصل للناس؟ هلا انا حابب اوصل للناس انه ما تحملوا حدا ذنب ما له فيه، ما تحملوا اطفالكم ذنبكم. حلو كتير، شكرا كتير لك، ان شاء الله يا رب الله يوفقك بحياتك.